السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومكم كده ان شاء الله مليان بالتفاؤل والسعادة والامل عليكم وعلينا يا رب، يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى كده حبايبي هنعمل بقى ايه؟ فطار او عشاء. نغير شوية، هنعمل الطاسة الجميلة اللي انتوا شايفينها بالبطاطس، حاجة كده في منتهى الجمال. نغير بقى شوية. يلا بينا ايه كده نشوف الوصفة هنعملها ازاي. بس يا حبايبي يلا متنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل، عشان اي حاجة بننزلها يوصلكم اشعار بيها يا احلى متابعين في الدنيا. شايفين الجمال؟ تتاكل كده لوحدها، شايفين عطيانة كده على شكل البيتزا. اللي يشوفها طبعا ما يفكرش كده اللي ايه، اللي دي بطاطس اكنها بيتزاية. الله على الجمال. يلا هنسمي بسم الله. واول حاجة بقى كده عندنا ايه؟ حطينا كده طاسة على النار تسخن معايا، وهنزل بيها كده بشوية زيت او وعليها معلقة سمنة او معلقة زبدة. عندي هنا بطاطستين كده زي ما انتوا شايفين، او بطاطساية كبيرة. بقطعها كده ايه تقطيع كده ايه زي ما انتوا شايفين. طبعا سلقتهم الاول، البطاطس دي معايا مسلوقة، وبعد كده ما اتسلقت معايا سبتها إيه يعني تبرد وقشرتها. وبعد كده قطعتها كده ايه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، شرايح كده. وبرص كده طبعا بعد الطاسة معايا ما سخنت بالزيت او السمنة اللي انا ضايفاهم. حبيت كده اللي انا اضيف سمنة على زيت، اللي اعمل ميكس كده مع بعض. حابين تضيفي دي بس زي ما انتوا عايزين احلى متابعين. وممكن كمان لو مش عايزين تسلقوا البطاطس، ممكن نقطعها شرايح رفيعة خالص جدا. بس الصراحة انا سلقتها كده نص سلقة ولا حاجة، او 3/4 سوا، عشان ما تاخدش سوا معايا كتير على النار. بصوا بقى الجمال وبصوا الحلاوة. هديها كده طبعا تشويحة كده من تحت. عمل كده ما تتشوح قلت اقطع الخضار اللي هضيفه عليها. كمية الخضار بقى اللي انت عايزة تضيفيها ترجعلك انتي. عندي هنا بقى قرنين فلفل كده، واحد اخضر وواحد احمر. بقطعهم كده حبايبي تقطيع كده صغير. الله على الجمال. لو حابين طبعا تضيفوا فلفل حامي زي ما انتوا عايزين. بقطع كده الفلفل. وعندي هنا بقى طماطمايه. هنا طبعا البطاطس بتاخد معايا لون. وهجيب كده الطماطمايه كانت حسيتها كده اللي هي كبيره، فهاخد نصها بس. حسيتها اللي هي كبيره على الكميه اللي كميه البطاطس اللي انا مستخدماها. وبقطعها كده تقطيع صغير كده زي السلطه، زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وصفة جميلة بقى للعشاء او في الفطار. طبعا بنبقى عايزين نغير او نعمل حاجات جديدة. طبعا بنستخدم كده اي حاجة كده زي ما انتوا شايفين من الخضار يا حبايبي اللي حابين تضيفوها على الوصفة. هنا كمان عندي عود بقدونس وعود شبت، بقطعهم كده مع بعض برضو. ده طبعا كل الخضار اللي انا هضيفه. طبعا اللي حابب يضيف فصين توم، الصراحة ما ضفتش توم. وبقلب بقى كده البطاطس على الناحية التانية، شايفين احمرت معايا وخدت لون ازاي اهي. بقلب واحدة واحدة كده بقى اهوت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. او البطاطس كده اتشمعت معايا من تحت. بقلبها برضو على الناحية التانية عشان تاخد كده نفس اللون. وبقلب بعد كده بقى هرص البطاطس، او انا بقلب كده ارصها. كانت في بطاطساية وقعت معايا مني على البوتاجاز، طبعا البوتاجاز نضيف فحطيتها تاني عادي. رشة ملح، رشة فلفل، وعندي رشة بابريكا. وطبعا هديها كمان رشة ملح. المفروض بقى كنت ضفت التوابل وهي لسه يعني قبل ما اقلبها. هجيب بقى كل الخضار اللي انا ضفته او اللي انا قطعته ده احطه كده في طبق. ممكن كمان في حاجة كمان عايزة اقولها لكم، ممكن اللي احنا الطماطم نقطعها ونحطها على البطاطس من فوق، والفلفل والشبت والبقدونس، لو مش عايزين تعملوا الخطوة كله في طبق ده. وهنجيب بقى كده بيضتين حلوين زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هنضيفهم على الخضار اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف بقى كده عليه ملح وفلفل برضو، رشة حلوة كده من الفلفل. عايزة اقول لكم الطاسة دي طعمها في منتهى الجمال.
ورشة بابريكا نسميها كده طاسة السعادة. ودي رشة الملح، ورشة ملح كمان ايه رشتها كده على البطاطس، رشة بسيطة كده. الله على الجمال. طبعا ممكن لو عايزين تزودوا عن بيضتين ممكن 3 4، ده طبعا ايه زي ما انتوا عايزين. خلطتهم كده ايه مع الطماطم بالشبت، وهاخد الجمال ده كده كله وحطيته في الصينية. طبعا ايه حطيت شوية جبنة كده من على الوش، بس مش عارفة يعني الموبايل مصورش اللي وانا بضيف الجبنة. إيه طبعا الجبنة اختياري، وانا كنت طبعا بشوف غطا ايه عشان يجي عليها عشان الجبنة تسيح. وبصوا الجمال، الله، شايفين بقى الحلاوة؟ بصوا الجمال وبصوا الطعامة كده بقى. كده خلصت معايا. نجيب بقى كده طبق ونحط بقى فيه الجمال ده. الله على الجمال. لايك وشير بقى يا احلى